السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي أشقية كرة القدم في كل مكان. الحقيقة عنوان الحلقة النهاردة مباراة للنسيان. الأهلي دايما كان معودنا الأهلي بمن حضر. النهاردة الأهلي لم يحضر أحد، ولا من الجهاز الفني ولا من اللاعبين. النهاردة الأهلي اتغلب 2-0 من بالميراس. احنا قلنا صعب ان انت تكسبها، بس مش مستحيل. هو طلع صعب وكمان مستحيل. ليه؟ لان احنا الصراحة الاهلي ما جاش النهاردة. الاهلي مع مباراة من اسوأ المباريات الواحد شافها في تاريخه للنادي الاهلي. كدفاع كهجوم مفيش اي حاجة. الخطوط متباعدة عن بعض، مفيش ترابط. اللعيبة تحس ان في حاجة غلط، في توهان في الملعب. اول ما نزلنا في اول 10 دقايق، المدرب بتاع بالميراس ساب لنا الماتش في اول ربع ساعة او اول 10 دقايق. استحواذ للكرة لصالح النادي الاهلي. رحنا بهجمات للأسف ما اسفرتش عن اي حاجة ايجابية. ابتدى المدرب يعرف طريقة اللعب اللي الاهلي لعب بيها، وابتدى كمان ان هو يركز على نقط الضعف اللي في النادي الاهلي واشتغل عليها كويس. عايز اقول كده ان البرازيل كلها كانت بتلعب ناحية اليمين، ناحية محمد هاني. فالحقيقة الواحد زعلان جدا على الماتش ده. كنا جماهير الاهلي كانت حاطة امل عليه ان هي تصعد للدور الثاني، وقلنا لو احنا كسبنا الماتش ده بنسبة 90% هنوصل لدور ال16. للأسف ان الاهلي اتصعبت عليه المجموعة. بالميراس كسب الاهلي 2-0. بورتو اتغلب من انتر ميامي بقيادة ميسي 2-1 بعد ما كانوا مغلوبين. عملوا رومونتادا، كانوا مغلوبين 1-0 انتر ميامي، رومونتادا ورجعوا تاني في المباراة 2-1 لصالح انتر ميامي. كده المجموعة اتصعبت عشان بقى ان شاء الله الاهلي يخش دور ال16. عايزين معجزة الهية.